السلام عليكم. لو مكانتك الجاز جايالك بترتل كده وشاكك ان هي لو كانت 6 سلندر شغاله معاك 5، او لو كانت 4 سلندر شغاله معاك 3، فانت اول حاجه بتشك فيها هي الرشاشات، لان احنا مكن جاز مش مكن بنزين هنشك في بواجي ودوائر اشعال. فانت بتشك ان الرشاش هو اللي هيكون فيه المشكله. الحقيقه لو كانت الرشاشات اللي عندك كهرباء، فممكن مثلا الدوائر بتاعه الكنترول تقول لك والله ان في مشكله كهربيه في الرشاش، زي مثلا ان يكون طرف سلك من على الرشاش اتقطع، فتقول لك مثلا ان الرشاش ده فيه اوبن سيركت، او مثلا ان يكون في طرف سلك لمس مع طرف سلك تاني او لمس مع ارضي، فيقول لك والله ان هو شورت سيركت تو باتري، يعني مثلا وصل عندك هنا مع طرف سلك حي، او مثلا وصل مع جسم المحرك، تمام، فهيكون شورت سيركت للجراوند، تمام كده. فدي كلها اعطال، تمام، الكنترولر ممكن ان هو يقولها لك لو كان العيب كهرباء. انما الحقيقه بقى لو كان العيب ميكانيكا وانت شاكك ان الرشاش ندل معاك، تمام، وابتدى ان هو يهرب لك ضغط الجاز مثلا على فتحه الاوفر فلو، او شاكك ان الرشاش ده تمام ستاك، وبالتالي اصبحت عندك الاسطوانه دي مش بيحصل فيها حريق، فبالتالي تمام زي ما قلت لك لو كان المحرك بتاعك 6 فانت شاكك ان هو شغال 5، او لو كان 4 فانت شاكك ان هو 3. طيب، بتعمل بقى اختبار بسيط جدا، اللي هو ان انت بتعمل حاجه اسمها انك تغير على الرشاشات، تمام، بحيث ان انت تفصل عندك الرشاش ده وتشوف هل صوت المكنه هيتغير ولا لا، وتبتدي ان انت تحدد العيب بالطريقه دي. فخليني اوري لك بقى ازاي نغير على الرشاشات لو كانت المكنه بتاعتك مكنه جديده والرشاشات بتاعتك كهرباء، وتعالى اقول لك ازاي تغير عليها لو كانت المكنه قديمه، مثلا راكب عليها طرمبه عاده وكانت الرشاشات ميكانيكا بيور. فتابع معايا. تعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. هو في ايه؟ ما كده بتقدرني. طيب بص معايا بقى الدايره دي ماشيه ازاي. انت حضرتك عندك في حساس الكامه، تمام، الحساس العظيم ده السلك بتاعه اهو، تمام. حساس الكامه ده بعت الاشاره بتاعته وابتدى ان هو يروح لكارتة، تمام، الموتور، كارتة العظيمه الجميله اللي عندك هنا دي. فهو قال لها والله تمام كل اسطوانه في انهي شوط بالظبط، فعلى حسب تمام التايمنج اللي بعته حساس الكامه ده، ابتدت الكارتة ان هي تاخد القرارات بتاعه امتى تبعت الاشارات على الرشاشات اللي موجوده عندك، تمام كده. لان انا قلت لحضرتك قبل كده في شرح نظام الكومون ريل ده، تمام، ادي الكومون ريل اهي موجوده عندك، تمام، دي الكومون ريل. انا قلت لحضرتك ايه؟ ان انت عندك هنا الوقت اللي الكارته بتبعت فيه الاشاره، وكمان مده الاشاره قد ايه، هو ده اللي بيحدد لك يا فندم، تمام، الار بي ام بتاع المحرك بتاعك هيبقى عامل ازاي، هل هو ار بي ام عالي، تمام، او ار بي ام قليل على حسب زمن الاشاره. وكمان اصلا الظبطه بتاعه التايمنج دي مهمه جدا، انا امتى هبعت بقى الاشاره اللي على تمام الرشاش بتاعي، لان زي ما حضرتك عارف ان الرشاش ده اصلا جاي له تغذيه جاز اهي، تمام، من الكومون ريل، تمام، ادي تغذيه الجاز اللي رايحه عندك هنا للرشاش، فده ضغط عندك هنا مستني ان هو يعدي ويطلع من الفونيا. والرشاش ده تمام زي ما حضرتك شايف كده بيبقى جواه، ادي عندك هنا تغذيه الجاز اهي، وهو جواه بلف كهربي مستني والله اول تمام ما يجي عليه فرق الفولت على الطرفين اللي حضرتك شايفهم دول، تمام، فهيبتدي عندك ان هو يفتح ويعدي تمام الجاز، ويروح عندك هنا يبتدي ان هو يعمل عمليه الحريق يعني. طيب، الفكره ايه بمنتهى البساطه؟ الفكره بقى تمام ان حضرتك هنفترض ان احنا عندنا في رشاش زي ما قلت لك في عيب ميكانيكي، فانا هعرف منين تمام هذا الرشاش؟ الكنترول يونت اللي موجوده عندك دي مش هتقول لك تمام اذا كان في عيب ميكانيكا ولا لا، هي مش هتقول لك يعني، تمام. طيب هتعرف الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه انت عندك هنا زي ما انت شايف ست، تمام، ادي 1 2 3 4 5 6، انت موجود عندك هنا ادي ايه؟ ادي تمام 6 رشاشات موجودين عندك. طيب حلو قوي. الست رشاشات اللي موجودين دول تمام اكيد كلهم شغالين، فاكيد هيدوا لك صوت معين للمحرك بتاعك، تمام كده. طيب وانس ان حضرتك الرشاش منهم فصل، تمام، فهيبتدي عندك هنا المحرك بتاعك ان هو الصوت بتاعه يبرجل، والصوت بتاعه ما يبقاش منتظم زي ما هو شغال ايه؟ زي ما هو شغال 6، تمام. طيب اعرف بقى انا انهي واحد ازاي؟ والله يا حضرتك لو انا جيت فصلت السليم، تمام كده، لو انا جيت فصلت السليم، ففي هذه الحاله تمام المكنه هتبرجل معايا اكتر، لان هي هتبقى شغاله على 4 رشاشات بس، تمام، وممكن ان هي تبطل.
بس ممكن ما تبطلش يعني، تمام. ممكن تشتغل تفضل دايره، وممكن عندك تبرجل، تمام، وتبطل خالص على حسب والله المحرك اللي موجود عندك. طيب لو انا جيت بقى تمام وفصلت البايظ، ايه اللي هيحصل؟ ما هو كده كده اصلا بايظ، فهيفضل عندك تمام الصوت هو من غير تغيير. يبقى اذا لو انا عندك فصلت الرشاش والمكنه غيرت، تمام، يبقى اذا الرشاش ده ماله يا فندم؟ الرشاش ده سليم. اما لو انا فصلت الرشاش والمكنه صوتها ما غيرش، تمام، يبقى اذا الرشاش ده هو كده كده بايظ، تمام. وهنحتاج بعد كده ان احنا نغير الرشاش ده، او ان احنا نطلعه علشان خاطر يتصلح بره ونختبره ونرجع نركبه تاني. طيب تعالى بقى نعمل الكلام ده، تمام، عمليا، ونشوف هل فعلا هيبقى في تغيير في صوت المكنه ولا لا. انا عايزك تلاحظ بقى كده صوت المكنه والرشاش شغال معانا، تمام، كل الرشاشات شغاله معانا. واول بقى ابتدي ان انا احل الترميله من عليه، ايه اللي هيحصل لصوت الموتور بتاعي؟ اسكت واسمع. تهيألي واضح جدا الفرق بين صوت المحرك وهو داير 6 اسطوانات، وصوت المحرك وهو داير وانا حالل الترميله في ايدي اهو وهو داير 5 بس. تهيألي موضوع واضح جدا، تمام، وعرفنا الفكره بتاعه التغيير على الرشاشات بتبقى ازاي. طب لو المكنه عاده بقى هشتغل ازاي؟ زي ما انت شايف كده في انلاين بامب، وزي ما انت شايف كده في 6 مخارج. ال6 مخارج دول رايحين عندك الى الرشاشات الغلبانه اللي موجوده عندك هنا دي. فبمنتهى البساطه انت بتغير ازاي على الرشاش بقى في المكن العاده. بمنتهى البساطه بتيجي عندك على الصاموله، تمام، بتاعه ماسوره الرشاش، وبتيجي تهوي عليها، وبالتالي هتخرج كميه من الجاز بره، وبالتالي تمام المفروض عندك هنا انك صوت المكنه بيغير معاك. فلو انت سمعت ان صوت المكنه هيتغير، معنى كده ان الرشاش ده سليم. اما لو صوت المكنه ما اتغيرش، فمعنى كده ان الرشاش ده بايظ. تعالى يلا نزروت الدنيا كده وندور ونجرب نعملها بشكل عملي. طيب ده صوت المكنه وهو منتظم قوي، والرشاشات كلها شغاله تمام وزي الفل. تعالى كده نهوي على الصاموله دي بال 17. اسمع معايا، يا سلام، مزيكا مزيكا. بص صوت المكنه بيغير، تربط، تمام، يشتغل معاك حلاوه و100 فل و14. في نهايه الفيديو ده اتمنى تكون استفدت. ان شاء الله باذن الرحمن اقابلك في فيديوهات تانية. السلام عليكم.